صباح الخير على حضراتكم واهلا وسهلا بيكم. الفيديو ده مهم قوي للي واخد قرار الشراء في راس الحكمة. المنطقة الأكثر ترندنج، المنطقة الأكثر طلب، البومينج، الترندي، سميها زي ما أنت عايز تسميها، الأكثر فرص استثمارية موجودة في المنطقة دي. من فضلك ما تاخدش القرار قبل ما تسمع هذا الفيديو لأنه مهم جدا وتوعوي جدا. لو أنت تابعت مشاريع الضبع والسيدي عبد الرحمن طلعنا منها إيه ورشحنا منها إيه وإيه المقياس اللي حضرتك بتقيس عليه خطوات الشراء بتاعك واختيارك للمشروع، فهذا الفيديو مكمل للي فات. مهم قوي ان حضرتك تسمعه قبل ما تاخد القرار. طيب، زي ما انت متعود ولو شفت الفيديوهات اللي فاتت في حته التقسيمات اللي هنعملها، هعمل في المنطقه الواحده راس الحكمه تقسيمات كلاسيفيكيشنز. هفكرك بيها سريعا. كاتيجوري اي ذو خبره وسابقه تشغيل، كاتيجوري بي خبره، كاتيجوري بي عدم خبره، لا ارشح. قائمه المحظورات بقى بعد كده في الاخر او على حسب ترتيبها في الفيديو. قبل ما ابتدي في المشاريع اللي هم 36 مشروع في راس الحكمه، انا واخد منهم 29 مشروع فقط، وهقول لك ليه خدت 29 مشروع فقط. بس قبل ما اتكلم في ده، هو انا بقارن وارشح بناء على ايه؟ انت بتبني القرار بناء على ايه؟ تعال بقى بينا نفكر كده. بناء على ايه؟ هثبت معاك 3 4 نقط لو انا مكانك، يعني باختصار شديد، وهشتري وانا عارف المشاريع ومميزاتها وعيوبها. انا هقعد على الترابيزه بختار كده، انا هقعد على الترابيزه بفكر كده. تمام؟ فايه التفكير؟ واحد، مين الديفلوبر؟ عنده سابقه قبل كده، شغل قبل كده، كريديبل، بقاله مثلا كام سنه في الماركت. طيب في الساحل مش شرط، في شرق القاهره او غرب القاهره، فانا شفت له مشروع قائم ليه مشاكل. شعار يلا انا بحفظك اهو، مفيش ديفلوبر يخلو من المشاكل. بيحلها امتى وازاي، وبيحل اصلا ولا لا، ولا بيسيب المشروع الناس تخبط دماغها في الحيط. تمام كده؟ ادي اول نقطه، ديفلوبر نيم كريديبيليتي. تاني نقطه، الديفلوبر ده طالع عليه سمعه. طيب السمعه دي صح ولا غلط؟ سيب لي انا الدور ده، ان شاء الله هقدر اوصل لك الصوره دي. لان في ديفلوبرز عادي طالع لا خلي بالك، والناس تقول لك لا حاسب مش عارف ايه. ايوه تمام، لو حاسب بجد يبقى كلامهم صح. لو حاسب عشان هو يجهل المشكله اللي حصلت اساسها ايه، فدمر اسم مشروع ممكن يكون مناسب ليك جدا، زي بالاخص يعني مارباي المراسم. ناس كتير كلمتني على هذا المشروع. انت خايف من ايه حضرتك؟ انت خايف من ايه؟ يعني مش عايز اطول في النقطه دي، بس يعني هنجلها. النقطه الثالثه، لو ليه مشروع في الساحل سلمه وشغله، فده ادفانتج، بياخد حته يعني. النقطه الرابعه، سعره مغري جدا. وهل اخد القرار عشان السعر ده نازل بارض جديده، سعر ده نازل ده ليه مشروع قبل كده سعره حلو، هل الدافع اللي بيحركني هو السعر ولا ايه اللي بيحركني؟ خلاص، تعال بقى بينا نبتدي التقسيمات. من ال 36 مشروع في منطقة راس الحكمة فقط، أنا اخترت 29 مشروع أتكلم عنهم، سواء ابعد، سواء أرشح، سواء خلي بالك ده حلو بس خلي بالك من حاجة معينة. فالاهتمام والضوء الأخضر هنوجهه ل 29 مشروع فقط في راس الحكمة. طيب، أنا بقى كاتب عشان ما ننساش زي ما قلت لك المشاريع كتير ومش عايز أنسى حاجة، عشان الاسم اللي أنت هيقع تحت إيدك خش هاته من الارشيف كده زي ما بيقولوا، او الفيديو ده يعني بالنسبه لك ارشيف، وتخش تحكم عليه بناء على كده. انا هقول لك التقسيمات سريعا بتوع ال 39 مشروع سريعا عشان هبتدي افصص كل حاجه بعد كده. الكاتيجوري اي ذو خبره وتشغيل وشأن وخلاص من غير ما تفكر اتفضل روح. صادق بالثلاث مشاريع بتوعها، جون، اوجامي، سيزر، في فول ديتيلد فيديو لسه منزله قبل الفيديو ده، تقدر تلم التفاصيل كلها عن المشاريع دول، فمش عايز اضيع فيهم وقت عشان اتكلمت عليهم قبل كده. ازهى، رمله، لافيستا، راس الحكمه، دول توب القائمه، دول اللي محطوطين فوق. ادخل معاهم اهتمام اخير مع هذا الكاتيجوري، سعاده، وطبعا على راس القائمه دي كمان سول اعمار. تمام كده؟ ولكن سعاده يجي رانكد تحت، هو كاتيجوري ايه عشان التيكت برايس. طب ما هو ما شغلش حاجه لا في الساحل ولا لسه شغل التجمع. تمام، تيكت برايس محطوط هنا، كريديبيليتي من الكونستراكشن اللي عملها هنا، السبيكس اللي عملها في التجمع موجوده فيه، فما ينفعش احطه في غير المكان ده. خلاص كده سريعا، ادي اللي من غير ما تفكر، وهاجي لهم بالتفصيل هشرح. طيب، مطورين يعني كاتيجوري بي بقى، كاتيجوري سي، بس عدم خبره وعدم ترشيح، بياخد ضوء الاحمر مش الضوء الاخضر.
ليفلز ماونتن فيو ده انا بديك مثال، هو ما فيهوش بيع دلوقتي بس بديك مثال عشان انا هشرحه واشرح ليه لا، فبناء عليه تقارن الباقي بكده. ذا سي وصافيا الكازار، ازار ايلاند، جفارة شركة انرشيا، كالي كوست، وهفهمك ليه. دي كلها وجهة نظر بعرضها، انت تاخدها تقارن تقرر تشتري او ما تشتريش، لا امنع حد من الشراء. ذا ماد تاني انا اتكلمت عنه السنه اللي فاتت وبفكركم بيه السنه دي، اقول لك وجهه نظري ليه، ومشروع طالع بصوره حلوه كالفيز اللي اتسلمت، بس هقول لك من وجهه نظري ليه. سولاري مصر ايطاليا، ليف جيتس، وصبور يود. تمام كده. دي تاني شريحة هنتكلم عنها، مهمة جدا تسمعها عشان هتساعدك في الاختيارات، ان انت بتطلع شريحة كبيرة قوي من اسامي المطورين ما تشغلش بالك بيها، او لو قابل ومن اللي انا هقوله لك تفضل روح اشتري عشان التيكت برايس مغري. تمام. والشريحة الثالثة اللي هي بقى ايه، بي بخبرة، يعني كاتيجوري بي كتيكت برايس وسابقة اعمال، ولا ده خبرة وكريدبل. بص كده اسم اللي هيستفزك ده، تطوير مصر. ما هو انا عارف المشاكل صدقني والله، وانا ملم بالحاله النفسيه بتاعت حضرتك من تاخيرات وان انت بتشتكي في الشركه. انا عارف، انا في المجال وعارف اللي حضرتك بتقوله. انا ليه بقول لك تطوير مصر؟ اول حاجه عشان فوكا فيها افيلبل يونتس لا ارشحها بالمناسبه، وصلت نازله مرحله المارينا اللي الناس كلها عماله تقول لك عليها مارينا مارينا مارينا، والحق هي تيكت برايس حلو، بس السيلينج بوينت اللي فيها مش المارينا. تمام. يعني هفهمك برضو ليه لما اجي لها بالتفصيل. طيب يبقى ادي حاجه هنتخانق فيها شويه انا وانت يا اللي بتشتري، وهقول لك وجهه نظري وانت تقتنع او لا. ماربي المراسم طبعا. هاسيندا ووترز هقول لك ده محطوط في بيه خبره طبعا عشان بالم هيلز، بس هقول لك ليه، يعني ليه انا حاطه وكامل الاعتراض على الماستر بلان والكثافه طبعا. دايركشن وايت هقول لك برضو ليه، بي وخبره الدخميسي والشركاء بدون ذكر اسماء. ارابيلا مول وارابيلا كومباوند في التجمع، الدخميسي اسم كبير جدا، ودايركشن وايت طالع الحاجات اللي اتسلمت بصوره لطيفه جدا، بس هقول لك ليه هو محطوط في الخبره، بس هديك وجهه نظري يعني كريدبل ثقه تقدر تشتري فيه، بس في وجهه نظر هنا في المشاريع دي. كون مباني ادريس خبره ولطيف، ومباني ادريس شركه كبيره جدا في اكتوبر، بس هديك الاعتراض برضو على الحته المعينه، وده خبره يعني تقدر حضرتك تروح تشتري فيه عادي. سي شور هايد بارك طبعا تمام، وهديك برضو الاعتراض على الكثافه في المشروع، ومصيف ام سكويرد ايمن ممدوح عباس. تمام. يبقى دول المريحين اللي اقدر اقارن ما بينهم عشان اطلع حاجه، فهنا ممكن ندردش شويه في الاختيارات. وبعد كده الاب كامينج لونشز بقى، انا عايز اتفق معاك على حاجه قبل ما ابتدي في اول شريحه، يا اللي بتشتري. تمام، انا بخاطب المشتري دلوقتي مش اي حد تاني. طيب ايه اللي انا عايز اتفق معاك فيه؟ انه الديبيت بيني وبينك لحد طبعا ما نتواصل، مفيش مشكله على الواتساب عشان نرتب مواعيدنا مع بعض. الديبيت بيني وبينك يعني لازم تكون متفرج على الفيديو ده عشان في بيز، البيز دي هي اللي هتناقش فيها انا وانت. فهتيجي تقول لي من المشاريع اللي انا ذا سي وصافيا مثلا ده مشروع تيكت برايس حلو وبتاع، انا ما بمنعش حد من ان هو يشتري حاجه، ولا بتكلم كلام من بعيد لبعيد عشان امنعك بغرض شخصي مثلا. انا معايا الماركت كله وملم بكل المشاكل قبل المميزات، فانا بحطك على حاجه امنه. امن دي بفلوس، امن ده بفلوس. امن يعني اللي غير امن بيتاخر، لا ملوش علاقه. التاخيرات بتحصل عادي في معظم المطورين. امن ده يعني انا مش شايف صورته، مش شايف تشغيله، مش شايف صيانته، اذا كان في كيان قبله 50 سنه مشغل بدون ذكر الاسماء بقى وقع في مشاكل صيانه كبيره دلوقتي، فالجديد هيعمل ايه؟ فمن هنا هنبتدي النقاش بيني وبينك، ونبتدي ندخل في الفول ديتيلز في كل حاجه في المشاريع دي. اتفقنا؟